أهلا بكم أعزائي مشاهدي برنامج سينما السياسة. نرحب بكم في حلقة اليوم، الحلقة الدسمة، الحلقة اللي احنا نتمناها ان هي تنال إعجابكم جميعا بمشيئة الله تعالى. محضر لكم النهاردة حاجات إيجابية كلها، عشان كفاية علينا بقى سلبيات. كفاية علينا ان احنا قاعدين نقول ده وحش وده وحش ومفيش وهنجيب وهنعمل وهنودي منين. بلدنا والله حلوة، بلدنا مليانة حاجات كتير أوي جميلة. لو ركزنا عليها الشعب هينال الأمل، هياخد ثقة بنفسه، هياخد الكبرياء اللي نقص عند البعض مننا، وأصبح البعض ماشي حامل الهموم. حامل هموم إيه ولا إيه النهاردة؟ أي هموم أنت حاملها النهاردة؟ الحمد لله يا رب العالمين، احنا بدأنا نستعيد فترة الأمن وفترة الاستقرار اللي احنا عايشين فيه. بعض من المعاناة البسيطة جدا اللي هي الركود الاقتصادي اللي موجود. الحالة ديت أكيد إن هي في وقت من الأوقات بإذن الله هتنتهي، مع بعض من الإصلاحات اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها في الفترة القادمة. هنلاقي كتير من المنتجات اتوفرت، هتلاقي كتير من الأدوية اتعالجت. ما ننساش ان احنا كان لنا فترة من الفترات كل ده كان شغل قطاع خاص. النهاردة القطاع الخاص بيلوي دراع الدولة، وفي حرب خفية ما بين القطاع الخاص، محتكرين الدواء ومحتكرين السكر. عايزين يقولوا لا احنا اقوى من الدولة، والدولة مسنودة بشعبها بتقول لا احنا اقوى من اي محتكر تاني. مش عايز اطول عليكم النهاردة في بعض السلبيات، عشان احنا عندنا حلقة تخص مجتمع جميل، مجتمع بيقول احنا ازاي ننشئ الجمال وازاي ننشئ الفن. مجتمع السيدات ومجتمع المرأة المصرية. المرأة المصرية لها دور في 30 يونيو، لها دور في تفعيل الدستور المصري، لها النهاردة نسبة في كل انتخابات موجود. فلا بد ان يكون دور المرأة فعال بمعنى كلمة ايجابي. يعني النهاردة هي تشارك في العمل السياسي، تشارك في العمل الخدمي، تشارك في العمل اللي هتقدر تكتسب منه لقمة العيش والرزق الحلال عشان تشغل ولادها. طلعت عندنا الدكتورة نونيا أبو النور، هذكر الاسم مرة أخرى، الدكتورة نونيا أبو النور. تلك السيدة تعمل منذ 10 سنوات في مجال التجميل. تطور العمل معها إلى أن اقتحمت مجال استيراد وتصنيع بعض منتجات التجميل اللي هي بتبدأ تشتغل عليها، كالبروتين والكرياتين وبعض الأنواع اللي هم عارفينها كويس قوي وبيبدأوا يتكلموا عنها. عملت أكاديمية اسمها أكاديمية نونيا للتجميل والتدريب. الأكاديمية بتقوم في المنصورة بدور عظيم تحت قيادة الدكتورة نونيا أبو النور، ومعها بعض فتيات الجامعات وفتيات المنصورة. بتدرب الفتاة أو السيدة سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة على كيف تجمل نفسها وكيف تصنع لنفسها مهنة، ولتكن حتى تلك المهنة هي مهنة مصفف الشعر وليس كلمة كوافير كما يطلقون عليه. تقدم لها عدد من الناس اشتغلوا واتدربوا وبدأوا يصبحوا مصففين شعر حريم. تعال نشوف الوقت هنعمل ايه عند الدكتورة نونيا ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. في خطوة هي الأولى من نوعها، يعمل مركز جنتي سنتر الكائن بمدينة المنصورة تحت إشراف خبيرة فنون التجميل دكتور نونيا أبو النور على تدريس فنون التجميل عن طريق منح الراغبات في التعلم دورات تدريبية متخصصة، وهي بذلك وفقا لمديرة المركز
تعمل على تطوير الأداء المهني بشكل يتواكب مع تطورات سوق العمل الحديثة، بالإضافة إلى الدور الاجتماعي الكبير في فتح أسواق عمل جديدة. يعتمد المركز في دراسته على آليات المهنة الحديثة عن طريق استخدام أحدث الأدوات والتقنيات، كما يواكب تطورات الموضة في إطار إسلامي حتى يتناسب مع عادات وتقاليد الشرق. ويعمل المركز على تدريب طرق علاج وفرد الشعر باستخدام البروتين والاستشوار، كما يعمل على تدريب طرق علاج البشرة بالبخار والإبرة وغيرهم من الطرق الحديثة. لؤي الشناوي، المنصورة، سينما السياسة. عدنا من تعريف دكتورة نونيا، وعرفتنا مكانها وعرفنا عنوانها وعرفنا هي فين بالظبط في المنصورة، وشفنا وصورنا بكاميرتنا من جوه الأكاديمية. الدكتورة نونيا لابد ان هي تتكلم، لابد ان هي تقول يعني ايه تجميل، يعني ايه تحسين شعر، يعني ايه لما يكون شعر فيه بعض العيوب ازاي تعالجه. طيب ما هي بتقول الكلام ده، بس بتقوله لمين؟ للمتدربات عندها. عايزينها تقوله النهارده لكل الرأي العام العالمي، وهي تفتح باب الأكاديمية لكل المتدربات، وتفتح باب أكاديميتها لكل إنسان يريد أن يتعلم التصفيف والتجميل بأسس علمية وبأسس واضحة وبأسس، لأن هي اتدربت، ما دخلتش يعني هذا الموضوع بدون وجه حق وبدون مصلحة، لا هي دخلت الموضوع بشهادات تدريب وأكاديميات معتمدة وخبراء تجميل حول العالم علموهم. وهنشوف حلقات كتير وهنلاقي موضوع مصففين الشعر ده أيها المشاهدون موضوع يعني بيفتح باب رزق كتير قوي لفئة كبيرة جدا جدا بتشتغل في المجتمع. والفئة ديت احنا عايزين ندخلها كلها تحت مظلة العمل الاجتماعي وخدمات المجتمع المدني، بحيث ان هم يخدموا بعض ببعض، وفي نفس الوقت بيؤدي هذا الدور الى خدمة الدولة ككل. ادعوكم ايها المشاهدون، هنشوف الدكتورة نونيا بتقول ايه وهتحكي عن ايه وهتحكي وقالت ايه وتاريخها ايه وهي فين النهاردة وعملت ايه ووقفت فين، ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. انتقلت كاميرا برنامج سينما السياسة لتجري حوار مع شخصية استطاعت خلال فترة وجيزة أن تتقدم في فنون التجميل في إطار يمزج بين الإطار العلمي والإطار المهني بشكل يتواكب مع عاداتنا وتقاليدنا كشرقيين. هذه الشخصية هي شخصية المتميزة دكتور نونيا، رائدة أكاديمية نونيا لفنون التجميل. أهلا بيكي دكتور نونيا. أهلا وسهلا حبيبتي، شرفتينا. ربنا يخليكي. عايزة حضرتك تقولي للسادة المشاهدين حضرتك إزاي اتميزتي في مجال فنون التجميل؟ أنا بدأت من خارج مصر، كنت مسافرة في سلطنة عمان، ووجدت هناك ان التجميل مش مجرد حرفه بتتخذها المراه، يعني ده لقيته انه علم جامد جدا وعلم واسع قوي. يعني لقيت ان مجال التجميل مش مجرد حرفه، انا شفتها في مصر انها حرفه فقط لا غير. يعني البنت مجرد ما بتعرف تمسك سشوار او بتعرف تمسك مكوى او كده بتروح تفتح وبتشتغل. لكن لقيت بره الموضوع مختلف تماما، لقيت ان في دورات علميه بتقدم، لقيت ان في حداثه في علم التجميل، لقيت ان في علماء بتجتهد في فرنسا وباريس وكده. لقيت الموضوع كبير فحبيت ان انا اتعلمه
بطريقه اكاديميه، وان اقدمه بعد كده ان شاء الله لما انزل بلدي. يعني حضرتك اكتسبتي الخبره دي من بره مصر، بداتيها الاول بره مصر وبعد كده نشرتي اللي اتعلمتيه جوه مصر. تمام. انا كنت في سلطنه عمان طالعه بشتغل في الاعلام العماني، كنت بكتب في جريده الوطن صفحه المراه، فكنت بكتب الموضوعات اللي تخص المراه بالنسبه للتجميل والصيحات العالميه. وانا بحضر الشوهات دي لقيت ان في اكاديميات لتعليم ازاي المراه تهتم بنفسها، ازاي المراه تتجمل، ازاي المراه توصل لحاجه افضل يعني لنفسها في بيتها في مجتمعها. حبيت ان انا اتعلم ده، قدمت في الاكاديميات دي وتعلمت. ايه المكان اللي كان بقى متاح لحضرتك اللي اكتسبتي فيه خبره انك تتعاملي مع خبراء دوليين مثلا من باريس او من اي مكان؟ اوكي انا اتعاملت مع لوريال باريس، خدت معاهم دورات تقريبا حوالي 6. خدت دكتور رينو في البشره، اخدت اندولا برضو دي صبغات وعلاجات شعر. طب عرفينا اكتر ايه انواع صبغات الشعر، ايه الحاجات الحلوه منها، الناس مثلا ازاي تتفادى انها تروح لمكان يعمل لها حاجه تخسر شعرها؟ سبحان الله، الماركات العالميه كلها، ايطاليا، باريس، فرنسا، كل الماركات العالميه العلماء اجتهدوا ان هم يطلعوا لنا حاجه كويسه جدا جدا جدا. الصبغات كلها بتبقى معتمده على الفيتامينز وعلى علاج للشعر مع الصبغات. احنا للاسف هنا مش بنعمل صبغات خالص، احنا بنعمل بودره واكسجين ويبقى كده خلاص احنا احنا كده صبغنا شعرنا. لا، احنا لو مشينا دي كيمياء، عباره عن كريم واكسدون ومعادله كيميائيه بنحضرها في المعمل وبنستخدمها بتطلع لنا الالوان. لو احنا مشينا حسب الكتالوج وحسب الطريقه العلميه هنطلع شعر صحي جدا، هنطلع شعر لامع جدا، ان شاء الله هنطلع شعر مسبوغ. فهنا يعتمد على مين هيشتغل وبالطريقه انهي. طيب دكتور نانيا، حضرتك لما سافرتي الخارج واكتسبتي خبرتك من الخارج وتعاملتي مع خبراء اجانب ودوليين وكده، لما جيتي تاني بلدك مصر لقيتي ترحيب؟ انا لما رجعت كان عندي امل كبير جدا جدا ان انا انشر العلم الاكاديمي في مصر، وخاصه من مدينه المنصوره اللي هي بلدي. بس للاسف انا واجهت فيها صعوبات جامده جدا، لان احنا مش عندنا هنا مش بيعترف بموضوع اكاديميه لتدريس فنون التجميل وعمل كوافير. تقريبا في الدول الثانيه بيعترفوا. طبعا انا اقول لحضرتك، انا ما فيش اي واحده انا قابلتها بره مصر اي جنسيه الا وهي دارسه فنون التجميل مظبوط. يعني بتيجي هي عارفه هي جايه تعمل ايه، مسافره هي عارفه رايحه تشتغل بطريقه علميه بتفيد الناس مش بتضر الناس. لما جيت هنا انا قلت ان شاء الله احاول ان انا اساعد كل فتاه او كل بنت ان هي تكتسب الخبره دي بطريقه علميه عن طريق الاكاديمي. فتحت الاكاديمي، بس للاسف الموضوع يعني بالنسبه للبلد مش مرحب بيه خالص، يعني لان ما فيش ترخيص بحاجه زي كده. يعني واجهتي مشاكل قانونيه؟ اكيد. طب وصلتي لايه دلوقتي؟ يعني وصلتي الحل؟ ان شاء الله رب العالمين. بحاول اجيب اوراقي اللي تثبت من بره ان انا درست حاجه زي كده وان هي فعلا متاحه بالنسبه لي. تمام. طيب حضرتك في الأكاديمية بتعلمي البنات مش مجرد مثلا أكاديمي إن هو مثلا يطلع البنات شكلهم حلو، لا حضرتك كمان بتعلمي البنات إزاي يكونوا خبراء في مجال التجميل، صح؟ أكيد. أنا بحاول أعلمها بطريقة علمية زي ما أنا اتعلمت بالظبط. طب حضرتك استوحيتي الفكرة دي من إيه؟ منين يعني ان حضرتك تحبي ان البنات يطلعوا كده متميزين زي حضرتك؟ لان انا درست بره مصر في معهد، كان معهد مسقط للعلوم الاداريه، وكان قسم التجميل كان قسم جديد قوي في سلطنه عمان، ان هم عاوزين يعملوا البنات العمانيات ان هم يتعلموا التجميل بطريقه علميه، هم يطلعوا هم يفتحوا. فانا درست هناك والفكره استوحت لي من هنا. وحضرتك بعد مثلا الكورس ده بياخد وقت قد ايه اللي حضرتك بتدرسيه لهم؟ انا بديلها في خلال شهر ان شاء الله رب العالمين، بخليها بروفيشنال. هي حابه ان هي تزود من الخبره بتاعتها معايا، بسيبها موجوده معايا لغايه ما تقول ان انا كده بقيت اوكي.
طيب وبيبقى في شهاده معتمده بده، يعني بتعطيها شهاده انها مثلا تقدر بقى تنطلق هي في المجال؟ زي ما قلت لحضرتك بالظبط، المجال مش مرحب بيه هنا في مصر انك اكاديميه مرخصه، مفيش الكلام ده. انا بديلها شهادات من عندي بتثبت ان الاكاديميه بتاعتي علمتها، لكن الورق ده مش بيبقى معترف بيه في الحكومه. يعني الأكاديمية بجانب إنها بتخدم البنات إنها تخليهم شكلهم حلو، هي كمان بتخدم المجتمع. يعني هي بتوفر، حتى بتعمل إيه، بتحد من البطالة نوعا ما. طبعا هو موضوع البطالة ده احنا دلوقتي في ظروف صعبة جدا، لازم البنت والشاب، مش البنت بس، ان هي تبحث عن وظيفه، تشتغل، تجتهد. احنا قاعدين ليه؟ احنا مش بننتج يعني فين الانتاج؟ فانا حبيت لا، يبقى في انتاج، اخرجي اشتغلي، ساعدي زوجك، ساعدي اسرتك، ساعدي المجتمع بتاعك، قدمي حرفه محترمه، قدمي مهنه حلوه، فيدي الناس باللي انت تعرفيه. حتى لو مش محتاجه، هي ممكن حاجه حبتها وعايزه تتفنن فيها. انت عارفه طبعا البنت بطبيعتها بتموت في التجميل وبتحب التجميل جدا، فانت ما بتعلميها حاجه هي بتحبها، هي اساسا موجوده جواها. ايوه طبعا، انت بتنمي الموهبه اللي جواها، هي عندها موهبه اساسا جايه عندي، موجود عندها الموهبه، انا بس طبعا انا بنمي القدره اللي موجوده عندها والموهبه اللي موجوده عندها. دكتورة نونيا، خلينا نتوقف شوية عند الموهبة. البنات المتقدمات لحضرتك في الأكاديمية علشان يتعلموا صح فنون التجميل صح، هل لازم يكون فيهم موهبة معينة، أو بتلاحظي مثلا لازم عندهم فطنة أو ذكاء في مجال التجميل، ولا بتختاريهم على أساس إيه؟ على فكرة مش شرط تكون بنت، هي ممكن تكون مرأة ربة بيت، ممكن تكون تاجرة، أي حاجة عندها ميول لأنها تتعلم المهنة دي. طبعا بقعد معاها وبحلل شخصيتها وبشوف امكانياتها الفنيه وامكانياتها العضليه. يعني احنا عندنا 3 تخصصات، ممكن تكون اخصائيه شعر او اخصائيه بشره او اخصائيه ميك اب ارتست. انا بشوف ميولها الفني وميولها العضلي، ومن هنا بحدد هي تكون في الحته دي. يعني البنت المتقدمه او السيده المتقدمه هي اللي هي قدراتها اللي بتحدد. اكيد طبعا. وبصي حضرتك، هو بره مصر مفيش حاجه اسمها كوافيره، في حاجه اسمها اخصائيه، ومش تجميل شامله كمان، اخصائيه بشره. يعني بياخدوا الفلبينيه دي اخصائيه بشره، بياخدوا المغربيه دي اخصائيه الحمام المغربي والحاجات زي كده، بياخدوا المصريه اخصائيه شعر، الميك اب دائما ياخدوها لبنانيه، فتخصصات. فانا حابه هنا هي مش تبقى الكوافيره، هي اخصائيه ايه، فبشوف ميولها وعلى هذا الاساس انا بظبط معاها. دكتور، احنا بنلاحظ ان المتخصصين في مجال الفن والتجميل مثلا جوه مصر مثلا بيسموهم كوافيرات، لكن بره مصر لا، يقول لك ايه، اخصائيه تجميل بشره، اخصائيه تجميل زي ما حضرتك قلتي مثلا الشعر. طب ايه الفرق هنا؟ الفرق هنا بقى الأكاديمي، الفرق هنا الأكاديمي إن عندنا هي بتتعلم بطريقة علمية سليمة. أنا بشوف ميولها بتكون متميزة أكتر في إن هي تتعلم الشعر أو تتعلم البشرة أو تتعلم الميك اب ارتست. التخصص هنا ممتاز جدا جدا، احنا نفتقده اساسا في مصر. زي ما قلت لحضرتك، موضوع الكوافير ده انا حبيت ان انا استحدثه، يعني ده شيء يتواكب مع التراث بتاعنا الاسلامي. اساسا احنا اسلامنا وديننا بيحسنا على التجميل وعلى الجمال، فحلو جدا ان انا اشتغل في الحته دي بطريقه علميه سليمه مع الميول بتاعتي. يعني انا اشوف ميول اللي عاوزه تتعلم هي ميولها ايه بالظبط، وبخصصها في الحته بتاعتها. طبعا بعد ما الدكتورة نونيا كلمتنا وقالت لنا وحكت لنا حكايتها وعرفتنا هي ايه وبتعمل ايه وراحة فين وجاية منين، كان في عندها المتدربات دول 40 متدربة تم تدريبهم على تصفيف الشعر. ما اكتفتش على كده، لا، عملت لهم حفلة. الحفلة كانت عبارة عن يوم عظيم جدا. كل واحدة من المتدربات خدت لنا آنسة، خدت لنا طفلة صغيرة، صففت شعرها، علمتها يعني ايه تشتغل في تصفيف الشعر. وإن الله جميل يحب الجمال، وهو ربنا سبحانه وتعالى اللي وصانا بكده.
ولا احنا ربنا سبحانه وتعالى في الاسلام نفسه قال لنا النظيف. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا كمؤمنين وكمسلمين اهوت قبل ما بنروح نصلي صلاة الجمعة بنتطهر وبنستحم وكذا وكذا وكذا. فإن الله يحث على النظافة، يحث على الجمال، يحث على حسن الخلق أيضا. الحفلة كانت حفلة في المنصورة بداية موفقة جدا طبقا لما شاهدته كاميرا برنامج سينما السياسة، وعملت فيها شغل كتير، جابت شهادات تكريم، جابت دروع، جابت وفرت، مش عايز اذكر عشان ما نقولش ان احنا بنعمل يعني، لا احنا بندعم كل ما هو ايجابي في المجتمع، وبندعم اي شخص بيوفر فرصة عمل للناس. هي بتدرب وما بتاخدش اجر للتدريب، هي بتعمل الحفلة وما بتاخدش مصاريف من الحفلة، هي مجتمع مدني قائم بذاته، هي دولة بتقدر تعمل الكلام ده، هي بتخفف الأعباء عن تلك الدولة. عشان لو طلعت كل شهر 40 واحدة سيدة مش هترجع تمد ايدها لحد، مش هتخش جمعية تاخد منها فلوس اعانات، مش هتجري تروح وزارة التضامن تاخد المعاش، لا، سيدة اكتسبت مالها بنفسها، فتحت لها ابواب الرزق. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال اعملوا، فهي بتعلمها حرفة، يعني بتعلمها مهنة. طب يا ريت احنا بس قاعدين كل يوم والتاني نقول ايه الصينيين عملوا، الصينيين سووا، الصينيين اتحركوا. صفحات السوشيال ميديا قاعدة تقول لنا كل يوم فلان عمل، الدولة التانية عملت، الدولة التالتة عملت. طب يا اخي ما تغير منها وتعمل، هي قالت لك ما تغيرش مني. الدولة اللي انت بتتكلم عنها ديت كوريا عملت، اليابان عملت، الفلبين عملت، الهند عملت. فين مصانع اللي تتنشأ في البيوت النهاردة؟ النهاردة كل مصنع يقدر ينتج في بيته، يقدر يشتغل على سطحه. فين زراعة الأسطح اللي اتكلم الناس عليها كتير، نستغل أسطحنا؟ فين وفين 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 وفين؟ كم من الأفكار الكثيرة ولكن ينقصنا المنفذون. تعالوا نشوف بقى الناس اللي نفذت وعملت حفلة على مستوى رائع، وأول حفلة وأول 40 متدربة يخرجوا من عندها إيه اللي حصل عندهم بالصوت وبالصورة.
بيموتش، بيدور. بس اكيد انت قدوه يا استاذ. والله العظيم انا فينا قامة انا اتشرف بيهم. بس الفضل لحضرتك. وانتي اختلفت معايا. الفضل ليكي، يرجع ليكي انت اللي علمتينا كلنا وانت اللي عملتي كل شيء. اقسم بالله الفضل ده هي، لولا هي ما كنا احنا كلنا بالله يمين اسال عليه يوم الدين. دي اختي الكبيره وامي، الله اكبر على ايديها ملمس، والله ده حقيقي بتدلع الشعر. انا مصممه ادلع الشعر، انا لان الغسيل هو اللي بيحدد لك الشعرايه تطلع عامله ازاي، بتنعم وصحيه وتدلعيها، مش تقسي عليها، مش اللي هو شد وعنف. انا بشوف ناس بتتعامل بعنف رهيب، يعني انا اعرف واحده تقول لهم رزعوا بالبيبي، رزعي لي مش عارفه بترزق على ايه. هو كله كائن ضعيف العين، الشعريه ضعيفه، نتعامل معاه لانها كائن حي يتنفس يشعر. انت لما بتقصيها حرام ترميها في الزباله، المفروض تطفى. صحيح؟ صح؟ مش ده بحكم شرعي؟ احنا بنقص ونرمي ونجز ونرمي ونخبط اكنه عود قش. حرام والله، حرام. احنا لازم نحسس، عشان عارفه ممكن تعملي مساج على الحوض وانت بتغسلي بتدلعي الشعرايه. ما تشبكوش في بعضه، دلكي واسحبي ونعمي عشان لما تيجي تشتغلي يبقى بتسلي، وعشان الفروه تتنفس. لان انا عندي غلاف الدهن بيبقى في ارضيه النص، بيبقى عامل عازل بيخلي البصيله ما تتنفسش، فانت تغسلي التدليك كويس مره اثنين وثلاثه وتدلعي. يعني انا بدلع في ارضيه الراس والديل بجيبه على بره، مش بجربشه في بعضه. اجي بقى اشتغل كله ده حرام، والله حرام. انا هعمل جمعيه رفقا بشعور البشر، انا نويت على كده، لان الكوافيرات بتتعامل مع الشعر على انه خيشه. حرام البنت تيجي تتجوز شعرها اتدمر، اصل الكوافيره عملت لي كذا، اصل انا ما خدتش منكم فلوس عشان اقول لك على تقول ايه؟ لا ده بقى ما بيغيرش لون الشعريه ابدا. لا ما بيغيرش. هقول لك ليه البروتين اللي لونه ازرق، درجه الازرق بتقتل الاورنج قاعده. فانت عندك درجه في البروتين هتقتل القرنشه اللي انت خايفه انها تدخل. عرفت كده؟ لما يكون شعرك مظبوط روحي للازرق، روحي للبروتين الازرق الخفيف، هيحافظ لك على اللون جدا. نعم. أعزائي المشاهدين، يا رب نكون استمتعنا بالأكتر من فقرة اللي احنا قدمناهم في الماضي دولت. في الحالي ماضي حالي عكس بعض، معلش أنا آسف جدا والله. طيب طبعا مش هنسمع ولا هنكتفي بالدكتورة نونيا بس وهي بتتكلم ولا هي بتقول ولا هي بتعيد، لا طبعا، لا ما ينفعش. لو اكتفينا بالدكتورة نونيا والأكاديمية بتاعتها يبقى احنا كده بنجمل الدكتورة نونيا، يبقى احنا بنقدم نوع من أنواع اللي هو يعني إيه الشو لبعض الأكاديميات اللي هي فعلا ما بتشتغلش على أرض الواقع، واللي هم الكثير من البرامج شغالة على هذه النوعية. سينما السياسة ما بيشتغلش على هذه النوعية. سينما السياسة بيشتغل على نوعية الصادقين الفاعلين، الناس اللي هي فعلا بتدي، والناس اللي هي ما بتديش البلد عندنا استعداد ان احنا نفضحهم لكل وسائل الإعلام، وعندنا استعداد ان احنا نقول عنهم كل شيء، ولكن أن يكون بمستنداتنا وبأوراقنا. عندنا اللقاء القادم هو لقاء الناس اللي اتدربت والناس اللي استلمت الشهادات
والناس اللي فعلا قعدت شهر تتدرب وتتعب وتشقى وتروح كل يوم، وصحيح الدورة مجاني لكن برضو الدورة فيها تعب. النهاردة كان يوم تخريجهم، الفقرة اللي قبل ديت كانت حفلة التخرج بتاعتهم. بنعمل حفلات، والدكتورة نونيا أبو النور بتعمل حفلات لأكاديمية نونيا، وبتعمل حفلات للناس اللي هي بتتخرج من عندها علشان هم حاليا أصبحوا مؤهلين لسوق العمل. تعالوا نشوف المتدربين اللي النهاردة أصبحوا فاعلين وأصبحوا مصففين شعر، وممكن أي واحدة فيهم تنزل تفتح محل وتشتغل، ممكن أي واحدة فيهم تنزل في بيتها وتشتغل. يبقى هنا النهاردة اكتسبت الرزق الحلال، ألا وهم ال40 المتدربة. جبنا لكم عينة منهم هيقولوا لنا إيه عن تجربتهم مع الدكتورة نونيا أبو النور. ليا جزء متخصص يعني في الكورسات، بدي الميك اب وموجوده في السنتر اخصائيه شعر. لما بيكون في ناس جايه لسه مفيش داتا عن شغل التجميل او عن هي كبنت او كست ازاي تتعامل مع شعرها او تتعامل مع بشرتها، فانا بساعدها في ده. قولي لي بنات المنصوره بتقولي لهم ايه في رساله عن تعليم فن الميك اب؟ هي رسالة بس انه يعني انا مش مقتنعة انه ينفع ان انا اكون جميلة من بره قبل ما اكون جميلة من جوه. فهو اول حاجة خالص بتعلم ازاي ابقى واحدة ست جميلة من جوه، شايفة نفسي جميلة. بتعلم ازاي اكون دايما بدي لنفسي طاقة ايجابية، ازاي بعرف احب شكلي، احب طريقة كلامي، احب لبسي. لما بتصالح مع نفسي الاول من جوه فده يعني بيظهر على شكل من بره. بعد كده عن الميك اب بقى والتجميل، وانا اتعلمت ازاي اكون جميله من جوه. لازم اهتم بشكلي من بره عشان ده بيفرق جدا في ثقتي في نفسي. بيفرق كمان في تعاملاتي، يعني بكون اكتر شايفه نفسي حلوه او جميله. هو عامة أي مركز تجميل بيقدم التجميل، والتجميل يعني حاجة كبيرة، مش على أنه ميك اب، مش حكاية ميك اب ورتوش احنا بنحطها للمرأة. التجميل فن كبير جدا من أيام الفراعنة، توارثناه أجيال عن بعضينا. صح. بس احنا حاليا بنتطور لأن احنا جينا فترة معينة أو حقبة من الزمن وقفنا، فاحنا بنعمل كورسات معينة بين الوقت بنطور، لأن طبعا العالم الخارجي تطور بسرعة جدا عننا. تمام، يعني احنا قادرين ان احنا نسبقهم كمان بمشيئة الرحمن. دي حاجة احنا دايما بنقول ان احنا الشعب يعني ايه حمول، وبنحب ايه نحاول ونسارع ونجيب وعندنا اكتيفيتي نقدر ان شاء الله بنحاول. وده حاجة باينة قدامك ان احنا النهارده بنعمل كورسات تعليمية تمام للبروفيشنال، يدوا للي ما عندهمش خبرة او خبرتهم لسه مبتدئه يتعلموا عشان يحصلهم ويبقوا يعني عضوات منافعات للمجتمع ونافعات لنفسهم قبل ما يكونوا نافعات لحد تاني. بالتاكيد انا ما بكون انسانه متعلمه في ماده او مهنه معينه وبعلم حد تاني، انا بفيد وهو بيستفاد. وبنخف كمان موضوع البطاله ده، كمان بتبقى حاجه كويسه. طبعا احب اعرفهم ان كل يوم في جديد، ولازم العالم المراه وعالم الكوافير ده في كل حاجه جديده للست المصريه. طيب تشرفنا بحضرتك. اهلا بك. وزي ما شفنا كلامهم وشفنا على أرض الواقع الحفلة وإيه اللي تم وإيه اللي حصل وإيه اللي جرى، كان قابلنا في الحفلة نموذج أنا بصراحة يعني مستغرب. يعني أنا كنت موجود في الحفلة مدعو، حضرت الاحتفالية، شفت شخصية جميلة جدا، شخصية جميلة، شخصية ظريفة، تعرفت عليه، قال لي أنا المصفف الشعر الأستاذ حمد. اتضح ان هم بيعملوا مسابقات لمصففين الشعر، مسابقات عند الدول العربية، مسابقات في الدول الأجنبية، مسابقات بينهم وبين بعضهم كمحافظات، الدقهلية مع الغربية مع اسكندرية،
فهنا في كيان وفي حاجات موجوده في المجتمع المصري احنا مش غايبين عنها وما بنشوفهاش. انما سينما السياسه عشان بتتحرك في كل مكان وعشان هنروح في كل حته ما بنسكتش، لازم نغطي كل الكلام ده كله ولازم نغطي كل الحاجات دي كلها. فطبعا الاستاذ حماده مصفف الشعر اتضح ان هو راجل سافر لبنان، سافر سوريا، سافر قبل طبعا المأساة اللي كانت حاصله فيها، سافر روسيا، سافر بعض الدول الأوروبية، وحضر فعاليات انه راجل مصري بصفته مسابقات كتير جدا، وحصل لنا على كاس ذهبي. تخيلوا يعني الكاس مش في الرياضة بس، مش في الكرة بس، مش في اللعبة دي بس، ومش في الحاجات دي، انما احنا قافلين على نفسنا في صندوق مقفول، والعالم قاعد يتطور قدامنا، وبالاقمار الصناعيه في 10 دقائق بيطلع وبينزل لنا في الامطار زي ما هو عايز، والتغيرات شغاله، واحنا موجودين زي ما احنا. بنقول ايه؟ الهند عملت، الصين عملت، امريكا راحت، روسيا جابت، السعوديه مش راضيه، شاغلين نفسنا بحاجات لا تسمن ولا تغني من جوع. اشغلوا نفسكم بما هو مفيد. عايزين نشغل نفسنا بما هو مفيد، باللي ينهض ببلدنا ويطلع بينا لقدام. تجربة رائدة، تجربة فريدة مع الأستاذ حمادة مصفف الشعر اللي بيحصل على كأس ذهبي لتصفيف الشعر من دولة عربية، لبنان، مقام فيها تلك الدورة لا يقل عن 23-24 دولة. وعشان مصر ياخدها فشرف لينا، لأن النهاردة أصبح أصدقائه كتير في لبنان، فبينقل صورة إيجابية للدولة المصرية. تعالوا نشوف الأستاذ حمادة مصفف الشعر اللي حصل على جائزة الكأس الذهبي هيقول لنا إيه، وهنرجع نكمل الحلقة مع بعض. اهم انجازات الندوه النهارده ندوه الفن والجمال، ان احنا معانا البروفيشنال حماده رمضان. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزه حضرتك يا استاذ حماده تقول لنا ايه الجديد في عالم الجمال يعني. والله هو يعني حضرتك اللي انا شايفه ان في تطور كبير جدا بالمهنه، ما عادش فيه اللي هو الشغل القديم اللي احنا متعودين عليه. اللي هو عباره عن ايه الشغل القديم؟ يعني حضرتك التسريحات بالنسبه للرجالي، التسريحات المعتاده القديمه اللي كانت موجوده، بالنسبه برضو للحريمي يعني برضو في الوان اللي طالعه جديد، التلجي وفي طبعا التسريحات اللي هي دلوقتي بقت منتشره بالعالم. اللي انا شايفه ان احنا بقينا في تقدم، في تطور كبير جدا، وبحكم ان انا يعني شاركت في مهرجان دولي والحمد لله قدرت اجيب الاوسكار ده البلدي مصر. الحمد لله قدرت اجيب الاوسكار. او شايفين انه مكتوب عليه بيروت، صح؟ طبعا المزين المصري او الكوافير المصري لا يقل قيمه عن اللبناني. طبعا حضراتكم عارفين ان اللبنانيين مشهورين جدا بمجال التزيين والجمال والموضه، فانا الحمد لله قدرت اجيب ده البلدي، وقدرت اعرف الناس هناك ان مصر فيها ناس مثل لبنان او زي لبنان زي ما هم بيقولوا. انا بس كل اللي انا عايز اقوله ان احنا عندنا النهارده في مصر في طفره حلوه قوي، في ناس النهارده بيشتغلوا على نفسهم كويس قوي وناجحين. وعايز برضو اعرف الكوافيرات ان النجاح سهل جدا، بس المحافظه على النجاح هو الاصعب يعني. مظبوط. بالنسبه ازاي بقى يحافظوا على النجاح ده؟ يعني عايز اعرف حضرتك، عشان حضرتك ناجح واكزامبل اكسلنت، عايز اعرف ازاي بقى حافظت على النجاح ده. بصي حضرتك، انا هقول لك يعني حاجه معلومه بسيطه قوي. هو اي بني ادم بيحب شغله ما يبقاش عنده يعني سن التكبر على شغله، يعني بيحاول يجيب الجديد، بيحاول يعرف ايه الموضه بره، بيبقى متابع قوي للداتا بتاعت كل شخص. مثلا حكايه الموضه اللي ماشيه في كل الدول، يعني في كل دوله وليها ستايلها بالموضه وكده. طبعا احنا عارفين باريس بتطلع الموضه، عارفين لبنان طبعا معروفه جدا بالموضه والجمال والكليبات والوان الشعر والشنتوهات، يعني كل بلد بتميز بحاجه. فانا يعني الحمد لله قدرت اشتغل على نفسي واقدر اقرب للاشخاص دول. طبعا انا بالنسبه لمجالي، انا مجالي برضو ما هو سهل، يعني مش سهل خالص. كنت بنافس في المهرجان ده فرق كبيره، يعني بلجيكا، الكويت، لبنان، تونس، عمان، يعني برضو كان يعني في خبراء تجميل موجودين بالعالم العربي وبالعالم طبعا الاوروبي، ناس عندهم فكر جديد، ناس بيصنعوا الموضه،
طبعا احنا هنا الكوافير المصري او المزين المصري عنده فكر واحد اللي هو يقلد، يعني يشوف ايه جديد بيجيب صوره بيقلد صوره بس. بس برضو في مبتكرين عشان كده في نموذج حضرتك. ده اللي انا بكلم حضرتك عليه، اللي هو كلمه جينيوس، الكلمه اللي هي المعتاده، اللي هي حضرتك انك تقدري تبتكري شيء تخترعيه او تعملي صيحه جديده، تعمل اسم بمعنى اصح. تعمل اسم طبعا، والناس بتبدا تقلدها وبتطلع موضه وبتلاقيها موجوده في الشارع. طبعا احنا بنحاول نعمل كده يعني. متهيألي ان احنا لما بنعمل حلقه سينما السياسه بتغطيها من كل الجوانب، ما بنسيبش جانب الا لما بنغطي فيه. مش عايزين احنا نعمل حلقه تثير تساؤلاتكم ايها المشاهدون، عشان انا بقدم ماده والكلمه، وزي ما قال برضو الرسول عليه الصلاه والسلام الكلمه امانه، والكلمه ممكن تولع نار وممكن تقيد نور، فاحنا بنتبع منهج الكلمه اللي بتقيد النور. معانا طبعا الفقره الجايه اللي برضه اللي هي في نفس احتفاليه اكاديميه نونيا بتخريج ال40 متدربه، ان هي هنا النهارده عملت حاجه جديده وعملت حاجه جميله، اللي هي مزج العمل بالسياسيين وبنخبه مدينه المنصوره، وقالت لهم ايها الاحزاب، ايها الكيانات، أيها الحركات، يا من كنتم تدعون أنكم فاعلون في المجتمع المدني، ويا من كنتم تدعون أنكم تمثلون الشارع المصري، أكاديمية نونيا باللي عملته النهاردة قالت رسالة عملية للجميع بأن هي مفيش أحزاب. لأن قول لي النهاردة حزب إيه اللي وفر فرصة بدون اللجوء للدولة؟ حزب ايه النهارده اللي عمل لي اصلاح في التعليم؟ 133 حزب سياسي. لو كل حزب سياسي مسك ملف في خلال سنتين الملفات كلها هتتصلح. لو كل حزب سياسي من ال 38 حزب سياسي على مستوى مصر بدل ما هم شغالين صراعات، انا رئيس الحزب، لا انا رئيس الحزب، لا نرفع القضيه، لا انت رئيسه، لا انا رئيس، لا انت، شغالين خلافات كده طول النهار ال 138 حزب على فكره يعني. انت بدون مقرات، انا لا مقرات، كأن الموضوع بقى اسمنت ورمل وطوب وزلط، مش فكر ولا اصلاح. الحلقه منها مش سياسيه، مش عايز اخيل دماغكم، مش عايز اتعبكم في كلمات بيقولها نخبه، بيدعوا انهم نخبه، ولكنهم انا بسميهم نخبه المصلحه، ونخبه الانا، ونخبه حب الذات. تعالوا نشوف النهارده اللي احنا بنعتبرهم فعلا ناس افاضل في المنصوره قالوا ايه على تجربه اكاديميه نونيا بقياده الدكتوره نونيا ابو النور. ولسه في الحلقه حاجات تانيه كتير، محدش يسيبنا ويمشي عشان لسه هنكمل. خبير السياسة وخبير البرلمانات المصرية الأستاذ سيد أبو النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. قول لي بقى إيه التألق ده من سياسة لمجال التجميل والخبرة، يعني متألق كده في كل المجالات؟ ربنا يخليك يا فندم. أنا في البداية بشكر برنامج سينما السياسة الأستاذ وليد علي رزق على طبعا وجوده معانا النهارده، وبشكر حضرتك طبعا استاذه سمر ريان المتالقه بالاذاعه وبالبرنامج، شكرا جزيلا يا فندم. واحنا طبعا فكره الموضوع كله احنا جمعناها بين عمل سياسي مع عمل خدمي، بحيث طبعا حضرتك ان العمل السياسي هو اساس العمل الخدمي. النهارده فينا كتير قوي 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 ما بيفكروا يشتغلوا سياسه بس ما يشتغلوش عمل خدمي. السياسه اصلها العمل الخدمي على ارض الواقع، ان احنا نكون فعالين في الشارع. فالعمل ده طبعا اكاديميه نونيا هي بتعمل ميكس السياسه تخدم المجتمع. اكيد يا فندم. اكاديميه نونيا اللي مقيمه بالراعي الرسمي للمهرجان
هي اختي العزيزه مدام نونيا كامل ابو النور. ثانيه دكتور نونيا. دكتور نونيا ابو النور. فطبعا هي الدوره اللي هي ابو النور طبعا اللي مشرفانا. ربنا يخليك يا فندم، اشكر معاليكي جدا استاذ سمر. هو طبعا زي ما احنا قلنا ان لازم نشارك العمل الخدمي بالعمل السياسي عشان ننجح كلنا في اعمالنا الخيريه. عشان تنهض مصر. أهلا. مصر لو في كل مجال نهتم بيه مصر هتنهض. اكيد يا فندم اكيد. فاحنا فكرنا نشرك العمل الخدمي بالعمل السياسي بان الاكاديميه تقدم عمل خدمي للمجتمع. احنا النهارده بنقعد نقول كل الحمل على الدوله. انا عايز اتوظف مفيش وظايف، انا عايز اشتغل مفيش شغل. ليه احنا ما نساعدش بعض؟ ليه احنا ما نجاهدش مع بعض؟ ليه اللي عنده موهبه ما يديهاش للاخرين؟ ليه احنا بنحاول نقول لو الناس دي زادت في السوق او في البلد احنا مش هنشتغل؟ لا، كل واحد في مجال يحاول يعلم الناس مهنته عشان الناس تاكل عيش واحنا نخف العبء على الدوله. انا شايفه حتى ان الندوه بتعلم البنات ازاي انهم يكونوا خبراء تجميل، ازاي ان البنت تكون كوافيره، ففعلا ده بيساعد برضو بيقضي على البطاله نوعا ما. تمام يا فندم. هو طبعا احنا الدوره دي 99% من مراكز الجمهوريه بتعملها من 5000 ل 7000 جنيه للبنت الكورس الشامل. فاحنا فكرنا طبعا لظروف البلد العصيبه اللي احنا بنمر بيها بان هي تعمل دوره مجانيه لاي عدد ايا كان، والكورس هيتاخد من بدايه لحد النهايه ان شاء الله. فمن هنا لما اعلنا عليها لقينا الاقبال كويس جدا، والنهارده معانا ان شاء الله دفعه اول دفعه هتتخرج من الاكاديميه تقريبا 25 بنت او 30 بنت ان شاء الله يفتحوا بيوتهم ويفتحوا مجالات، والحمد لله اكترهم فتح محلات ومراكز كبيره جدا في المنصوره، وان شاء الله يا رب يوفقهم. ومعانا دفعه جديده اللي هتتلحق على الاكاديميه باذن الله، وان شاء الله يا رب بيوت مصر كلها تبقى عمار بالناس المحسنين والناس اللي موجودين في المؤتمر الجميل النهارده اللي جايين عشان يساعدوا بكل شيء او كل البنات. صح يا فندم. تحب تقول ايه تاني؟ احب اقول بس ان انا بشكر كل الناس اللي حضروا، بشكر نقابه المصففين بالدقهليه، بشكر الراعي، بشكر المجموعه السياسيه اللي حضرت النهارده عشان نشرك العمل الخدمي بالعمل السياسي، عشان كلنا نغير من بعض وكلنا نعمل عمل فعال على ارض الواقع. بشكرهم جدا جدا، بشكر برنامج سينما السياسه، بشكر حضرتك استاذه سمر ريان المتالقه دايما بالاذاعه، بشكر استاذ وليد علي رزق المذيع المتالق ومؤدي البرنامج، وانا جزيل بجد حقيقي عن الشكر، ومش قادر اوجه كلمه الشكر لمين ولا لمين. انا فرحان النهارده بالناس اللي جم، سعيد قوي 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 بالناس اللي جت كلها، سعيد باللي جاي يساعد الناس، سعيد معانا ناس جميله، معانا اللي طلع بره مصر وما شاء الله جاب الجائزه الكبرى لمصر ضمنا عن كل الدول العربيه والاوروبيه في المؤتمر في لبنان، الاستاذ خالد، الاستاذ حماده، وجاب الاوسكار لمصر. فانا النهارده شايف نخبه كبيره جدا بين العمل الخدمي والعمل السياسي، ولده انا بشكر الجميع وبحييهم، ويا رب دايما نجتمع في الخير ونجتمع في اخر كلمه اقولها في حب مصر الجميله يا رب، وتحيا مصر. أعرف على حضرتك يا فندم؟ المستشار رمضان السيد عزام عضو اللجنه العربيه الدائمه لحقوق الانسان بجامعه الدول العربيه، والمحاضر الدولي لحقوق الانسان لضباط الشرطه، والمستشار القانوني لقائمه في حب مصر في الدقهليه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. أتعرف على حضرتك؟ وفاء السيد مختار ومحاميه في استئناف العالم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. عايزه حضرتك تقول لي ايه رايك في فعاليات الندوه النهارده؟ طبعا مصر النهارده الحديثه عايزه العمل الجاد، عايزه الشباب اللي زي دول اللي بحيث نطلع ونرقى بمصر للامام، وكل عمل في مصر ومن اجل مصر بيطلع للامام وبيساعد على نجاح مصر. واحنا النهارده دوله شابه، عندنا حوالي ما يقرب من 40% من الشعب المصري شباب، فاحنا كل هدفنا ان الشباب يتبوأ كل المواقع القضائيه في الدوله القياديه في الدوله. والنهارده هنا شباب كتير موجود، وفرحه جميله لشباب الدقهليه تحديدا. والدقهليه دايما ام الثوار، وهي البلد اللي هزمت الصليبيين، والبلد اللي كان لها سبب في ان مصر تتقدم، والمنصوره دايما قائده ورياديه في كل شيء. وانا بشكر كل القائمين على هذا العمل، وانا سعيد جدا النهارده ان مصر الجديده بدات، وزي ما الرئيس السيسي عمل مؤتمر للشباب، النهارده مؤتمرنا واجتماعنا وحفلتنا كلها شباب، وحفله شابه زي مصر الجديده الحديثه. كلنا عايزين مصر تكون مصر
الجديده الحديثه الشابه. أعتقد المحور الأساسي بيدور عن المرأة اللي هي دور فعال جدا في المرأة عماد المجتمع. الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى المرأة وديننا كرم المرأة. والنهارده معظم الحاضرين من المرأة، وبنقول إن المرأة هي أساس نجاح مصر، والمرأة هي اللي طلعت وانتخبت وأيدت ورشحت وشجعت واختارت قائدنا وزعيمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهي للمرأة بس بيدعمها برضه الرجال الشرفاء زي حضرتك. نعم. الندوة للمرأة وبيدعمها الرجال الشرفاء زي حضرتك. وهي المرأة هي الأم، هي اللي خرجت القاضي وخرجت الضابط وخرجت المستشار وخرجت الإعلام اللي زيي وزيك وخرجت كل الناس وخرجت الجندي وخرجت الضابط والجندي والمقاتل اللي بيحارب على الجبهة من أجل مصر وفي سبيل مصر، بيحارب داعش والإرهاب وبيحارب كل الإرهابيين وكل متربصين لمصر. هي الأم، هي الأساس، هي كل شيء. المرأة هي عماد الأمة، وأي أمة بدون مرأة ليس لها عماد وليس لها وجود. طب حضرتك تحب تقول ايه لدكتور نونيا النهارده؟ تحب تبارك لدكتور نونيا ازاي؟ تحب تقول لدكتور نونيا ايه النهارده؟ اقول له الف مبروك. شاركها فرحتها ازاي؟ الف مبروك على نجاح حفلتك وعلى القائمين عليها، والف مبروك على التقدم وعلى الرخاء. وشرف لينا حضور هذه الندوه، واحنا سعداء النهارده ان احنا في وسطكم، واحنا بنسلم الرايه للجيل الجديد عشان يكبر ويتالق ويصعد ببلدنا ومنصورتنا الجديده الى الامام. ومصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر الحديثه في عهد قائدنا ورئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فرحانه جدا بالمؤتمر من اجل المراه، واحب اقول ان المراه مش هي نصف المجتمع، ان المراه هي المجتمع ككل. المراه هي مكمله للرجل في كل شيء، وبدون المراه لا حياه. تحبي تقولي ايه للمرأة ازاي تهتم بنفسها، ازاي تبقى حلوة وجميلة من جوه ومن بره ازاي؟ اولا ربنا يعني قبل كل حاجة جعل المرأة هي اساس الجمال في الكون طبعا، وان العقل هو اسمى شيء في المرأة، اسمى من الجمال الشكل. العقل هو اسمى شيء، وان الاهتمام بالمظهر شيء والاهتمام بالجوهر شيء اقيم طبعا. اهلا وسهلا. طبعا احنا بنشكر كل الساده الحضور، وانا جاي ابارك واشارك واشجع دور المراه في المجتمع المدني ونشجع فرص العمل، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. كانت من الاحتفاليات الرائعة وكانت من الاحتفاليات العميقة اللي بتقدم بعد اجتماعي وقدمت لنا بعد سياسي. وطالما امتزج الاجتماعي مع السياسي يبقى هتجيب لنا اقتصادي. اعرفوها كده على طول. طالما قلنا سياسة واجتماع يبقى الاقتصاد بقى حلو. سياسة خربان، مجتمع خربان، يبقى اقتصاد هش. وده اللي احنا هنعيش فيه بقى، وهنقعد نقول ونتكلم ونعيد ونزيد عليه، بس في حلقات جاية ان شاء رب العالمين تعالى. مش هنسيب ارتفاع سعر الدولار والآثار اللي عملها علينا. مش هنسيب المستحقين الدعم في بطاقات التموين، وهل الدولة هتطبق مظبوط وهتشيل فعلا عن الغير مستحقين ولا هتظلم الناس. هنتكلم عن ارتفاع سعر البنزين وآثاره سواء السلبية أو الإيجابية اللي بدأت تظهر على المجتمع. هنتكلم النهاردة عن قرار اتخذ النهاردة من الحكومة، وهو رفع الجمارك عن الفراخ المستوردة. طب ليه؟ علشان حاجة أنا هاخد بس من وقت الحلقة دقيقتين 2 بس، أو عن موضوع الحلقة هخرج عنه دقيقتين بس، لأن القرار ده صادر النهاردة، والقرار ده ما بيخدمش حد إلا المستثمر الفاسد. لأن أنت النهاردة بشيلك الجمارك فأنت نقصت النهاردة دخل كان جاي للموازنة العامة للدولة اللي أنت بتقول إن هي معجزة، ولا يكن 200 مليار 100 مليار 20 مليار 5 مليار 1 مليار أنا أولى بيهم. وفي نفس الوقت أنت جاي بتهد صناعة وطنية قائمة، وبتقول كمان خلي قوت الفراخ يبقى من بره. من لم يملك قوته لا يملك قراره. سيدتي الفاضلة أيتها الحكومة اللي هي حكومة فرض الضرائب وحكومة الاستيراد المعلن، احذروا شعب مصر، احذروا شعب مصر، احذروا شعب
مصر للمرة الثالثة. تعالوا نشوف دكتورة نونيا هتتكلم عن مهنة مصففين الشعر، وهتقول لنا يعني ايه مصفف شعر، يعني ايه ادوات بتستخدم، ايه اللي ما تستخدموش، لان بعض المواد داخل فيها فورمالين وداخل فيها حاجات كتير فبتؤدي للسرطانات وبتؤدي للامراض وبتؤدي الى وبتؤدي الى وبتؤدي الى. يعني قامت الدكتوره نونيا بدور وزاره الصحه اللي سايبه السايب في السايب، اللي سايبه كل المنتجات السوداء والمنتجات الغامقه ومنتجات كل المنتجات بتخش ليه؟ مين المستفيد من المنتجات دي؟ والله لو الدوله مستفيده هعمل كده وتعظيم سلام. استفيد يا دوله. والله لو الدولة بيخشها جنيه من وراء التهريب دي كلها. ما هو أصبحنا في عالم التوك توك. يلا نروح نشوف نونيا هتقول إيه ونرجع. أنا شايفة حضرتك متحمسة قوي وعايزة تبقي من خلال إن حضرتك رائدة في المجال ده في مصر، متحمسة إنك تنشري ده في مصر وإنك تخلي فيه تخصصات. والله أنا حابة إن هي تبقى زي الدكتور بالظبط، ان هي مش كوافيره، مش كوافيره سوري مسكت فتله وجابت كرسي ومرايه واستشوار واشتغلت. لا، انا عايزاها تفيدي الناس بعلم. احنا العلماء بيتعبوا جدا جدا عما بيوصلوا لنا الصيحه، واحنا دائما بنجري ورا الموضه، يعني بنشوف وبنقلد الغرب، بنشوف الغرب عاملين قصه معينه، لا لون معين بنجري وراه. لا، انا حابه ان ده يتواكب مع العصر بتاعنا، مع الثقافه بتاعتنا، مع الدين بتاعنا. احنا مش قليلين، احنا كعرب احنا مش قليلين. احنا اولا الحمد لله احنا اللي طلعنا ابدعنا الجمال. ولو تفتكر نفرتيتي وجمالها كانت هي اللي يعني احنا عنصر الجمال، احنا رمز الجمال مش بره. فالمفروض ان الجمال يطلع من عندنا احنا. يا رب النهارده اكون ضيف خفيف عليكم. يا رب النهارده اكون وصلت الرساله اللي احنا عايزين نقولها. رسالة بسيطة جدا. سيدة تخرج من مجتمع المنصورة الإيجابي، تعمل أعمال وزارات وأعمال أحزاب وأعمال دولة. وفرت 40 فرصة عمل، هيطلع منهم 20 فرصة عمل في خلال هذا الشهر، وشغالة هذا الشهر كمان هتطلع لنا 10 فرص عمل. فزي ما أنا بقول لو ال 138 حزب عملوا زيها هيطلع لي 138 في 10 1380 فرصة عمل كل شهر، ومش هيكلفوهم حاجة، مجرد مدربة بتصفف الشعر هتديهم الشغل وهتديهم المنتجات كلها، ونعمل جوائز ونعمل نتعاون و هذا أكاديمية نونيا ديت اللي احنا بنقول النماذج الإيجابية موجودة هيت، تحركاتها هيت. اتحركوا بقى يا أحزاب، اتحركوا بقى يا نخبة، اعملوا أي حاجة يا دولة في المنتجات المهربة دي كلها، اعملوا أي شيء. الحكاية مش حكاية عايز انقل الوزارة ديت، عايز اشيل الوزارة ديت، عايز اجيب فلان مكاني مستشار، عايز اعمل كذا، عايز اسافر في الحتة الفلانية. كفانا كل ما يحدث من موبقات لهذا العصر. بقراراتكم وبالسياسة عملتوا لنا مجلس نواب بيقول صباح الخير اهلا بيكم، هو اللي بيرد على نفسه. فشيلوا شوية قرارات، خفوا شوية عن الناس. الرحمة. في نهاية حلقة برنامج سينما السياسة أوعدكم بحلقة قادمة أن تكون على مستوى أقوى من تلك الحلقة.
العالم.